السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منوعات امي. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى جايالكم كده بفيديو بسيط جدا، مش هياخد منك وقت خالص في المطبخ ولا هتقفي ولا اي حاجة. لو عندك بقى كده لفة جلاش متكسرة عندك، ولا بقالها كتير وتلاقيها متفتفتة وكده، عادي جدا هنعملها بقى، هنحولها لفطير. والله فعلا فعلا كأنها فطيرة، هتلاقيها طرية جدا وفي منتهى الجمال. ولا بقى هندهن زبدة بين ورقة والتانية ولا اي حاجة، وحاجة كده سهلة جدا وبسيطة وبالحشوة اللي انت تحبيها. الحشوة اللي عندك ممكن تعمليها بيها، هتعمليها كأنها فعلا فعلا فطيرة شرقي. شايفة كده هشة معايا ازاي وجميلة؟ انا بس مش عارفة اقطعها عشان سخنة، بس بجد بجد والله طعمها جميل جدا جدا. يلا بقى كده نسمي الله ونبتدي كده الفيديو. معايا بقى هنا لفة الجلاش. لفة الجلاش دي بقى لها كتير عندي، فمتدغدغة كده زي ما انت شايفة معايا. فانا بقى هعمل ايه؟ هاخدها، هروح مقطعاها بس تقطيع رفيع جدا جدا بالسكينة زي ما هي كده، وهقطعها تقطيع رفيع جدا جدا. هقطعها كده كلها. بصي التقطيعة كده رفيعة ازاي. هقطع بقى اللفة كده معايا. كده خلاص بقى قطعت كده اللفة الجلاش كلها معايا تمام. هجيب بقى بولة او الطبق بتاعي بس يكون حاجة غويطة، وهحط بقى كل الكمية كده في الطبق. احطها كده بس انضف كده حواليا بقى كده. وبعد كده هضيف لها بقى السمنة سايحة، واقلبهم بقى كده كلهم ايه يعني عشان يتشرب بس كده كله من السمنة. هقلب كده كل الكمية في السمنة كويس جدا. وبعد كده بقى هدهن بقى الصينية او البايركس او القالب اللي انت عايزة تحطي فيه. هحط بقى كده نص الكمية، هبقى دهناه برضو سمنة. وبعد كده هحط بقى كده نص الكمية، فرطهم كده عن بعض شوية. وبعد كده اضغط بس عليها عشان خاطر ايه يعني ما تبقاش هشة كده، اضغط عليها بس كويس. وبعدين بقى معايا بقى الحشوة اللي انت عايزاها. انا هعملها بلحمة مفرومة عادية جدا متعصجة تمام.
انا معصجاها طبعا بالبصل وبالفلفل العادي. انتي بقى الحشوه اللي انتي عايزاها، عايزه تعمليها ببسطرمه بجبن، تعمليها جبن بس، تمام، الحشوه اللي انتي عايزاها. هي كأنها فطيرة معاكي، هتحوليها من جلاش بيبقى ناشف كده، لا يبقى فطيرة كده طرية معاكي. وبعد كده اروح حاطه بقى الجزء التاني عليها. بعد ما احط الحشوة بتاعتي احط بقى كده بقية الجلاش. تمام كده، خلصت بقى كده خلاص الكمية اللي انا هحطها كلها. برضو اضغط عليها كده عشان خاطر اسوي الوش بتاعها. وبعد كده بقى هنجيب مج كبير لبن، وهحط بقى كده بضاية عليه وشوية ملح وشوية فلفل اسود. وفي اختياري بقى لو حابة تحطي نص معلقة من البيكنج باودر، تمام. انا عن نفسي انا ما حطيتش، انا حطيت بس الملح والفلفل الاسود والبضاية على اللبن وتمام كده. هي بجد مش مستاهله، هتشوفيها هي هشه ازاي ومش محتاجه بجد حتى بيكنج باودر يعني. اقلبهم كده كويس جدا جدا مع بعض، وارب البضايه كده كويس. وبعد كده هسقيها بيها بالجلاش معايا كده. بقى اسقيها كده كلها كويس جدا جدا، يعني احاول الاطراف برضو اسقيها عشان خاطر بس ما تنشفش كده مني الاطراف. اعمل بقى الصينيه كده، اميلها كده وكده شويه، وبعد كده بس بمعلقه ولا حاجه، واحاول ادخل كده الاطراف بالمعلقه، تمام. واروح حطاها بقى في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. تاخد بس كده تحميره من تحت الاول، وبعد كده اولع عليها الشوايه من فوق تاخد وش. هي هتاخد حوالي تلت ساعه من تحت و10 دقايق بس من فوق، يعني هي كل الحكايه نص ساعه، تمام. هوريكم بقى كده دي شكلها بعد 10 دقايق لما دخلتها في الفرن. ظبطت عليها التايمر يعني تلت ساعة من تحت و10 دقايق بعد ما طفيت من تحت 10 دقايق في الشواية من فوق. وبعد كده خرجت معايا بجد احلى فطيرة ممكن تاكليها، بجد غيرت فكرة الجلاش نهائي. جميلة جميلة جميلة، طرية جدا ومورقة وهشة، جميلة بجد بجد بجد. اتمنى ان انت تجربيها، وان شاء الله باذن الله الطريقة تعجبك باذن الله. بصي كده هنطلعها بقى كده معانا على صينية او هطلعها على البلانشة بتاعتي. بجد جميلة جدا جدا جدا. هقطعها عشان اوريها لكم برضو من جوه. بصي بتتقطع معايا بكل سهولة بجد، يعني كأنها بجد بجد فطيرة محشية معايا من تحت، وبعد كده من فوق 10 دقايق بالظبط. وبعد كده خرجت خلاص معايا بجد، بقى شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده، والوش مستوي ومن تحت مستوية جدا، وطعمها جميل وريحتها بجد جميلة جدا. يعني لا يمكن تقولي ان هي جلاش، لا هي فعلا مورقة كده زي الفطير. هنطلعها بقى معانا. بصي هي عاملة زي كأنها فطيرة محشية، بجد بجد جميلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم منوعات إيمي، اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.